جم مرة الكفار بتوع قريش، صناديد بقى قريش وكبار قريش، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: لو عايزنا نؤمن ان انت نبي ورينا معجزة، ورينا ان الجبال اللي حوالين مكة دي، مكة صغيرة كده محاطة بالجبال من كل ناحية، تختفي والارض توسع حوالينا وتبقى منبسطة، وصح لنا ابائنا اللي ماتوا قبل كده نتكلم معاهم ورجعهم لنا تاني، رجعهم لنا تاني نشوفهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء الا بامر الله، فانتظر الوحي. الصحابة والمؤمنين كان نفسهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربنا ويحقق هذه المعجزة، ومتخيلين إن ممكن دول يؤمنوا لو شافوا معجزة بهذا الشكل. إنما الحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى عارف اللي في قلوبهم، عارف اللي في قلوبهم، عارف الكبر والكراهية اللي جوه قلوبهم، ووراهم قبل كده معجزات. ما هو شق لهم الأمر قبل كده، ما هو وراهم معجزات كبيرة جدا. فربنا قال لهم إن القرآن اللي معاكم ده، المعجزة الخالدة اللي بين إيديكم ديت، أكبر بكتير قوي من اللي أنتوا بتطلبوه، وأصعب وأشد وأكبر وأعظم. وهذا القرآن هتسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى، هيتعمل بيه كل اللي أنتوا طلبتوه ده وأكتر. ربنا يقول في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يعني أنتوا بتطلبوا الحاجات دي، طب إيه رأيكم إن القرآن اللي معاكم ده أكبر من كده وأعظم من كده وهيعمل أكتر من كده؟ بل لله الأمر جميعا. ربنا هو اللي عارف، ربنا في إيديه كل شيء، مش هيمشي على مزاجكم انتوا. وبعدين ربنا يكلم المؤمنين: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. لو ربنا عايز يهدي الناس دي كلها هيهديهم، لكن ربنا عارف اللي في قلوبهم. ربنا بيهدي اللي في قلوبه، اللي في قلوبهم حب للخير، حب للحق. أما اللي قلبه مليان كبر وكراهية وإصرار على الكفر والطمع في الدنيا، مهما وريته معجزات، مهما وريته آيات، يفضل الكبر ده جواه. القرآن اللي بين إيديكوا ده عظيم، مليان معجزات، وفي كلام هيخلي الأرض تتغير وتتقطع، وهيخلي كأننا أحينا الموتى. هنشوف الناس زمان قالوا إيه، وما كان وما يكون وما سيكون إلى يوم الدين. هيعرفك كل حاجة، هيعرفك بعد الموت في إيه، وهيعرفك التاريخ اللي فات، وهيعرفك اللي جوه نفوس البشر. هيعرفك كل حاجة، وهيغير نفوس الناس، وهيغير شكل الأرض كلها. يبقى أعظم من اللي انتوا طلبتوه ولا لأ؟ ومع ذلك في ناس بتؤمن، وفي ناس بيزيدهم هذا الإعجاز وهذه المعجزات طغيانا وكفرا، لأن قلوبهم مليانة شر. دليل إن المشكلة مش في القرآن الكريم، إنهم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني المشكلة مش في القرآن بقى، هذا القرآن، يعني القرآن اللي انتوا شايفينه ده، انتوا مش معارضينه، انتوا مش شايفينه وحش، لا انتوا عايزينه ينزل على أحد من القريتين عظيم، على ملك من ملوك الروم ولا ملك من ملوك الفرس. يبقى اللي عندكم ده كبر واستكبار ان انتوا تتبعوا واحد منكم، واحد شايفينه انسان امي بسيط. لا، ده ربنا اختار كده. هم يقسمون رحمة ربك، انتوا اللي هتقسموا رحمة ربنا؟ لا، ربنا اللي اختار وقسم. اختار انسان امي بسيط ينزل عليه الوحي عشان يعرف ان هذا الاعجاز وهذه المعجزة الرهيبة هي كلام ربنا سبحانه وتعالى، مش من عند هذا الشخص. لان لو نزل على واحد من القريتين، لو نزل على ملك الروم ولا ملك الفرس، نقول ده بعلمه وخبرته وحكمته والناس اللي معاه. انما لا، ده الانسان الامي البسيط ده هينزل عليه هذه المعجزة اللي هتغير الارض كلها.